إنها ستات، أخدت أدوار كتير أوي، ضغطت عليها ضغط نفسي رهيب جدًا، إذا كان بقى البيت، الشغل، الأولاد، التمارين، الدروس، المدرسة، وكمان ضغوط الحياة اللي عليها. طيب خلّى الضغوط دي بتبقى تحسّسها إن هي مضغوطة أوي، تحسّسها إن هي في فترة من الفترات وفي نقطة من النقط أنا مين؟ أنا فين؟ طب أنا دوري في الحياة عبارة عن إيه؟ طيب هو أنا المفروض أبقى الست والراجل؟ طيب هو أنا المفروض أبقى باتدلّع زي الستات والّا إن أنا أكون قوية زي الراجل؟ أنا أقدر أفرّغ مشاعري دي إزاي؟ فبتوصل لنقطة من الاتنين، يا إما الضغوط دي فعلًا بتضغط عليها جامد أوي وعواقبها ما تكونش سليمة، أو إن هي بترجع أقوى وبتطلب المساعدة. النهارده إن شاء الله في حلقتنا حلقة من حلقات الجميلة الجامدة جدًا، جدًا، جدًا إن شاء الله اللي بتهم مش بس السيدات، لأ بتهم الأسرة كلها. هنسأل الأستاذة مروة فتحي نائب رئيس تحرير روزا اليوسف الست تعمل إيه، ودورها إيه، والمفروض إن هي تخلّص الضغوط دي عليها إزاي. صباح الفل، صباح الخير، إزي أهلا بيك. حضرتك؟